السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم في احوال جيده بصحه جيده. اليوم نشارك معكم البنات كما كتشوفوا شوربه كتجي غزاله بفواكه البحر وبالفطر وبالبصله والفلفله، كتجي غزاله. ندوز نشوفوا المقادير ديالنا. عندنا هنايا مقياس ديال 400 غرام ديال فواكه البحر اللي عجبكم. انا استعملت الكالامار والكروفيت. عندي صلصه الصوجا، عندي البورو وشويه البصل، الفلفل، الفلفله اللي متواجده عندكم. انا استعملت 3 الانواع. نصف حامضه، عندي معلقه ديال الطحين ومعلقه ديال النشا وشويه الملح وشويه الابزار. ندوزو نشوفوا الطريقه. هنا خديت معلقه كبيره ديال الزبده، غادي ندوبها هي الاولى. نضيف ليها البورو وشويه البصل مفرومين مزيان، مقياس حبه ديال البصل وشويه نص ديال ما بين البورو وما بين البصل بطبيعه الحال الابيض. نخليها تشحر واحد شويه. هنا خصها طيح مزيان البصل ديالنا، هي الاولى. عاد من بعد غادي نضيف ليها الفلفله اللي متوفر بطبيعه الحال. هي استعملت الصفراء والحمراء والخضراء، هنا كتعطي واحد اللوينات زوينين في الشوربه. وخلاص تاع المذاق اللي متوفر مهم ضروري في شويه الفلفله في هذه الشوربه هذه وشويه الملحه. نحرك العناصر اللي عندي مزيان. شويه الابزار، هنا استعملت غير البزار فقط في التوابل. نحركوهم شويه ونسد عليهم ونخلي على نار شويه مهيله باش ما تتحرقش عندي. هنا بالنسبه للكالامار غادي نقيه وغادي نحيد له تاع داك العريق اللي تيكون ديال في الظهر ديالو. غادي نحيد القشور، غادي ناخذهم غادي نسلقهم. هما المرق ديالهم هو اللي غادي نطيب فيه الشوربه. غادي نقطعو من بعد طريفات صغيورين. عندي حتى الكالامار حتى هو غادي نقطعو طريفات صغيورين. المهم سميتو حاولت من بعد ما تشحرات عندي غادي نضيف ليها الفطر. انا استعملت هنايا الفطر الابيض اللي متوفر مزيان، سواء الاسود او الابيض. بالنسبه للاخر القشور ديال الكروفيت يعني ضروري تسلقوهم. هذاك المرق ديالهم هو اللي كيعطي اللذه كيزيد. هنا ضفت ثوم بودره البنات، نسيت ما ذكرتهاش في الاول ولكن زدتها. ثوم بودره او لا ثوم عاديه، ثوم عاديه ضروري تكون في الاول. المهم من بعد ما تشحرات عندي الفلفله والبصله والفونغي الفطر، غادي نضيف ليه المرق اللي سلقت فيه القشور. صراحه هاد لاك كيعطي واحد لذة رائعه، لان القشور ديال الكروفيت كيعطيو النسمه ديال الحوت ضروري منها. هنا البنات خلطت الطحين مع المعلقه ديال النشا وضفتها للخليط، كيعطيه واحد الانسجام، كيبدا يختار شويه. وغنضيف معلقه ديال الصوجا، كتماشى بزاف مع الفطر. انا كتعجبني، واللي ما بغاش يضيفها ماشي مشكل. وعندي كنضيف نص عصير حامضه ضروري. تتبقى لي 10 دقائق الاخرى عاد كنضيف ليها الطريفات ديال الكالامار والكروفيت. وانتم البنات استعملوا اللي متوفر عندكم. انا كان عندي هنا تقريبا شي 400 غرام على حساب المتوفر. المهم كتبقى الذوق ديال الحوت ضروري. هنا زدت عندي القزبر، كان عندي في الكونجيلاتور عاد زدته. المهم هو الطريق افضل، ولكن انا كان عندي متوفر غير هذاك. هنا الشوربه ديالي وجدات رائعه البنات، جربوها وما تندموش عليها، غزاله.
الذوق ديال البصله ولا الفلفله والفطر والحوت. ما نقولش لكم جربوها ما تندموش عليها البنات، رائعه في المذاق، كتجي غزاله يا سلام. ما نقولش لكم البنات جربوها وردوا عليا الخبار. البنات تنتمنى الشوربه ديالي تعجبكم وجربوها في هذا رمضان المبارك ان شاء الله. هذه هي الشوربه ديالي شاركتها معكم. كنشكركم البنات بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو البنات، كنتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. بالنسبه للتقديم انا نزلتها في الطويصات حطيت معها شويه الكروفيت وحده. المهم التزيين تيبقى على حساب كل واحد. ضفت ليها شويه الربيع من الفوق، كتجي غزاله البنات. كنتمنىكم تجربوها، كتجي غزاله ورائعه يا سلام. تنتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا في الكومونتير. كنشكركم وتنتمنى نشوفكم فيديو اخر باذن الله. مع السلامه، عواشركم مبروك البنات، والله يلاقينا في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.